تحل استحقاقات 4 شتنبر وعينك على جماعة حضرية تعبر بتدبير محكم بانتظاراتك المشروعة نحو بحبوحة التنمية. احنا اولا انضمينا لهذا الحزب حديثا، هذا حزب الأصالة والمعاصرة، ونطلب من المواطنين وخصوصا الشباب باش ينخرطوا في هذا الحزب، لأن برامجه تنسجم مع حاجية الإقليم. تنمية منتجة ومنفتحة على كافة الشرائح المجتمعية، قوامها تشخيص دقيق لانشغالاتك اليومية، تترجم بدائل عملية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الثقافية البيئية، بدءا بزقاقك الضيق وصولا إلى الأقطاب الحضرية لمدينة تسكنك قبل أن تسكنها. هناك ملفات كملف التشغيل، كاين ملف ديال المخيم حتى هما نفس بغينا المخيمات حتى هما المشاكل ديال السكن بغينا نحلوه، بغينا ندمجوهم. الموضوع ديال الشباب بالنسبه للتشغيل، التشغيل هو الموضوع الاساسي، هو الاول، وخلق مقاولات صغيره، فهمت، مقاولات صغيره ومتوسطه. هم نلتقي عنده داخل حزب الأصالة والمعاصرة، نشاطرك حلم التغيير بكوادر بشرية مؤهلة ووفق برنامج تعاقدي يجعل من أولوياتك محل التزام، يسائلنا أمامك بمسؤولية القرب من واقعك المعيش. مرشح حزب الأصالة والمعاصرة شاب عصامي شق طريقه بثبات نحو أوسع مجالات التشغيل الذاتي، ومن حوله خيرة أبناء المنطقة، مقاولا منتجا حاز على شارات الجودة، ويشار إليه اليوم نموذجا لجيل تملك زمام المبادرة، ينير عتمة الاتكالية بين صفوف شباب قادر على صناعة الفارق متى وجدت الإرادة. أولا السمارة تعرف في هذه السنين الأخيرة خلقت واحد القفزة نوعية، تعرف السمارة خلقت فيها بمجموعة من المشاريع. أولا بغينا نحافظوا على هذه المكتسبات اللي حقت السمارة. ثانيا عندنا برنامج نشتغلوا عليه مع الإخوان اللي في اللائحة، اللي إن شاء الله اللي نتمنوا إن شاء الله السمارة تكون نموذج في هذه الأقاليم الجنوبية. تبين لي أن هذا غير كافي، لا بد من الدخول في المجالس، والحمد لله راكم شفتوا اللائحة اللي اشتغلنا عليها واللي ظهرت تضم فعاليات وشخصيات من مختلف الأطياف الفاعلة بالإقليم، ونظرا لقربها وانشغالاتها للمواطن وتعايشها معه ودرايتها الكبيرة بالمشاكل والانتظارات، قررنا خوض غمار هذه التجربة. إذن هون المواطن هو الذي يقرر. مولاي الزبير حبدي، يكفيه فخرا ترجمة أمالك المتجددة واقعا بين يديك، وأنت تصوت على حزب الأصالة والمعاصرة، تزكي البرنامج الأكثر واقعية وقربا من همومك وحاجياتك الملحة التي تتصدر أولويات التزامنا التعاقدي معك. صوتك وحده يقرر في حال ومستقبل الخدمات المقدمة إليك. ولهذا فنطلب من الشباب، خصوصا الشباب، يصوت على هذا الحزب ونمشوا لقدام إن شاء الله. يوم 4 شتنبر 2015 صوت الحزب الأصالة والمعاصرة. حزب الأصالة والمعاصرة، روح المواطنة في خدمة المواطن.